السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير وجمعة مباركة عليكم كلكم. فرد فرد واسم اسم. قبل ما ابدأ في الفيديو احب تشرفوني كده بالاشتراك في القناة وتنوروني في تعليق حلو منكم كده، وتفعلوا الجرس. تنزلوا كده تفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. واتمنى ان الفيديوهات اللي انا بقدمها تعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم عن ايه؟ النهارده هنتكلم عن ازاي ان انت تديري الميزانية بتاعتك. يعني ايه ازاي تديري الميزانية بتاعتك؟ يعني اول كده ما تاخدي المرتب الشهري بتاعك هتعملي بيه ايه؟ يعني اول ما تاخدي المرتب هتعملي بيه ايه؟ طيب، في طبعا احنا هنقسم المرتب على يعني 4 أو 5 حاجات. طيب ايه هي بقى ال4 أو 5 حاجات؟ اول حاجه هنشيل الحاجات اللي هي الفواتير دي، اللي هي الحاجات اللي تخص ايه؟ اللي تخص الايجار، اللي تخص الميه والنور، اللي تخص الدروس، اللي تخص الشحن. تمام كده؟ بتاع النت او شحن الموبايل او ده كله. تمام؟ عشان بعد كده ما ارجعش ادور على الفلوس دي، ما بق- ايه يعني ايه ما بقاش عارفه الاقيها. خلاص، يبقى احنا لو في ايجار هنشيله، لو في اي حاجه من الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، ميه نور دروس شحن للموبايل او للنت، هنشيله. يبقى دي اول حاجه على جنب كده، بنحطهم في ظرف كده وبنسيبهم على جنب. طب تاني حاجه، بنشيل 200 جنيه على جنب. ال 200 جنيه دول انت مش هتتصرفي فيهم. ال 200 جنيه دول مش للطوارئ، ال 200 جنيه دول انت شايلهم تحوشيهم. هتروحي حطاهم في ظرف كده برضو، وحطاهم كده في ايه تحوشيهم. خلاص كده في ظرف كده لوحدهم برضو. دول كده اسمهم كده ايه؟ دول اللي انت بتشيليهم كل شهر عشان تحوشيهم ال 200 جنيه دول. طيب انت بعد كده بقى هتعملي ايه؟ هتنظمي ميزانيتك ازاي؟ هتنظمي ميزانيتك، ميزانية الاكل والشرب، ان انت تنزلي في طلبات هتجيبيها كل شهر مرة، وفي طلبات هتجيبيها كل اسبوعين مرة، وفي طلبات هتجيبيها كل اسبوع مرة. خلاص كده؟ طيب، الطلبات اللي انتي هتجيبيها كل شهر زي ايه؟ زي مثلا رز، زي مكرونة، زي شعرية، زي زيت، سكر، الحاجات دي اللي هتتجاب ايه؟ كل شهر. تمام؟ الحاجات اللي هي الاساسيات بتاعت البيت: زيت، سكر، شعرية، رز، مكرونة، شاي بقى. شاي بقى، مشروبات مثلا زي الشاي، زي البن مثلا. هتجيبي كيس بن، هتجيبي كيس شوفي انتوا بتشربوا ايه عندكم في البيت. المهم ان انت تحاولي تأقلمي نفسك ان انت في مبلغ معين للحاجات دي. خلاص كده؟ ما تخرجيش عنه. طيب، مثلا انت بتحتاجي مثلا في الشهر مثلا 10 كيلو رز. تمام؟ يبقى هتجيبي في الشهر مثلا 10 اكياس رز. ما احتاجتهمش كلهم، ما احتاجتهمش كلهم. بصوا يا جماعه، احنا ماشيين بالكوبايه، بنظام الكوبايه. يعني احنا بنعمل الرز بالكوبايه، مش بنعمله كده. تمام؟ يعني مثلا الكوبايه بتكفي فردين، كوبايه الرز بتكفي فردين. تمام؟ ف الله المستعان. فدلوقتي احنا خلاص كده، يبقى احنا البند، اول بند اللي هو الرز، المكرونه، الحاجات اللي هي اساسيات البيت. تاني بند بقى ايه؟ بند اللحوم. بند اللحوم كل شهر خليكي في المفروم، يعني خليكي في اللحمه المفرومه. بلاش اللحمه اللي هي الايه القطع، او يعني هتجيبي قطع ما تكتريش، يعني من نص كيلو لكيلو بس. تمام؟ اللي هو بالنسبه للايه للحوم، يبقى خليكي في المفروم. المفروم بيرمي معاكي، المفروم بيرمي معاكي هيرمي معاكي في الكفت، هيرمي معاكي في كفتة الرز، هيرمي معاكي في كفتة ال... اللي هي داوود باشا، هيرمي معاكي في تعصيج اللحمة، في الصواني، في المكرونة، في الجلاش، في الحاجات دي كلها بيرمي معاكي. وبعدين حتى ده انت لو خدتي 200 جرام لحمة بس مفرومة، لو جبتي مثلا وقسمتي الكيلو اللي انت هتجيبيه اللحمة المفرومة على ميتينات، تمام؟ يعني مش تقسمي على ربع، لا قسمي على ميتينات، 200 جرام. 200 جرام هتعملي منهم بتاع دوت صواني. هتضيفي طبعا بصل، هتضيفي طماطم، هتضيفي فلفل. هيكتروا لك الحشوه ما شاء الله. هتعملي صينيه محترمه، صينيه مكرونه بشاميل، صينيه جلاش، صينيه رقاق، زي ما يعجبك. تمام؟
هتقسمي برضو بقية الكيلو على ميتينات. هتعملي بقى كفتة رز، هتعملي كفتة داوود بيش، هتعملي كفتة كده ببرغل. يعني بصي صرفي نفسك ومشي امورك كده جنب رصة بطاطس، جنب كيس مكرونة وشوية سلطة، واحلى اكل ما شاء الله. طيب هنيجي هنا للبانيه. خليكي برضو في البانيه لوحده والدبابيس لوحدها. عايزه تجيبي اوراق لوحدها، هاتي اوراق لوحدها وقطعي الورك نصين. حطي الدبابيس لوحدها والورك الفوق دوت لوحده. خلاص. لو عايزه تجيبي الدبابيس لوحدها يبقى الورك الفوقاني لوحده والدبوس لوحده. خلاص كده. تحاولي ان انت تصرفي امورك كده وتشيلي كده كم طبق كده من الحاجه اللي انت بتجيبيها، بدل ما تعملي طبق واحد تعملي كذا طبق. طيب عندنا يا جماعه البانيه بيرمي معاكي ما شاء الله. ممكن تعملي منه شاورما، ممكن تعملي منه شيش، ممكن تعمليه بانيه، ممكن يعني ليه البانيه بيرمي معاكي ما شاء الله كتير. خلاص كده. طيب هنيجي للسمك. هنجيب مثلا برضو السمك بالشهر، هنجيب مثلا 2 كيلو سمك. تقسميهم مثلا السمك لو انتوا 4 افراد هتقسمي ال 2 كيلو على 3 مرات. تمام. اما لو انتوا فرد 6 افراد هو كفايه على مره، على مرتين. ال 2 كيلو على مرتين. طيب المنظفات يا جماعه، المنظفات برضو هنجيبها بالشهر. عندك صابون سايل للمواعين، عندك مسحوق اوتوماتيك. انا بفضل ان انت تجيبي المسحوق السايب او عادي، يعني حسب دي قدرات، دي قدرات طبعا حسب مصروف البيت. فانا حتى لما جيت ارتب الميزانيه معاكم انا ما حطيتش مبالغ. يعني انا ما حطيتش مبالغ، انا جيت بتكلم بوجه عام على اساس كل واحد وظروفه، كل واحد ومقدرته. بس احنا بقول لكم نمشي بنظام ازاي، تمشي بنظام عشان الدنيا ايه الميزانيه تتوفر معاكي. بدل ما تصرفي المرتب كله تصرفي نص المرتب، تصرفي المرتب الا ربع كده يعني، فاهمين؟ وتشيلوا الباقي كده يعني. فاحنا عايزين ايه ان احنا يعني في اخر الشهر كده يفضل لنا مبلغ على جنب. طيب هنجيب مثلا المسحوق السائل الاوتوماتيك، على فكره بينظف جدا جدا وهايل. الكلور هنجيبه برضو اللي هو الفرد، بيبقى حلو برضو. تجيبي مثلا سلكة مواعين، تجيبي بقى شامبو اكياس، تجيبي بقى ليفة مواعين. الحاجات دي كلها تعملي حسابك تشوفي ايه اللي ناقصك في البيت وتجيبيه. يعني ايه تشوفي ايه، يبقى انت هتشوفي ايه اللي ناقصك ومن الحاجات اللي انا بقولك عليها، من المنظفات اللي انا بقولك عليها وتجيبيه. خلاص كده. برضو التوابل هنجيبها بالشهر. طب هنجيب ايه يا جماعة من التوابل؟ هنجيب الاساسيات. تمام. طبعا اللي احنا عندنا الحاجات اللي هي التوم باودر والبصل الباودر والكركم والكاري والبابريكا والحاجات دي كلها بتقعد فترات عندك. طب انت اساسياتك ايه؟ اساسياتك ملح، فلفل اسمر، كمون، لا ورق لورا. خلاص كده. طيب الاساسيات بتاعتك اللي انا قلتها خلاص هتجيبيها بالشهر. خلاص. يعني مثلا نروح مثلا عند العطار برضو واحنا بنجيب المنظفات واحنا بنشتري حاجات الشهر، هندخل على العطار نجيب منه مثلا ايه، تمن فلفل اسمر، تمن كمون، خلاص كده، كام كيس ملح حسب احتياجك اللي انت بتجيبيه. خلاص كده. وهتركني الحاجة عندك ايه في البيت. الحاجة في البيت صدقوني بتنفع اكتر من الفلوس، اكتر من، اهم حاجة ان انت حاجتك تبقى موجودة عندك في بيتك. طيب بعد كده خلاص احنا خلصنا الحاجات اللي بالشهر. احنا قلنا في حاجات هنجيبها بالشهر، قلنا في حاجات هنجيبها بالاسبوعين، قلنا في حاجات هنجيبها كل اسبوع. طيب ايه هي الحاجات اللي احنا هنجيبها بقى كل اسبوعين؟ هنيجي بقى الفلوس بقى اللي اتبقت معانا بعد ما جبنا المنظفات واللحوم والحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي. هنيجي بقى ايه، هيفضل معانا الخضار والفاكهة. الخضار والفاكهة وبند الفطار وبند العشاء. خلاص كده. طيب الخضار يا جماعة، الخضار يا جماعة هتجيبي طماطم. خلاص. الخضار زي طماطم، خيار، بتنجان، بصل، فلفل، كوسة، بامية، ملوخية، محشي. خلاص كده. هتيجي تقسمي الفلوس على جزئين. خلاص كده. هتقسمي الفلوس على 3 اجزاء، يا ربي هتقسمي الفلوس على 3 اجزاء. جزء للفطار والعشاء، وجزء للخضار، وجزء للفاكهه. خلاص كده. يبقى انت كده هتعملي حسابك ان انت هتقسمي الثلاث على 3 اجزاء، الفلوس اللي باقيه على 3 اجزاء.
جزء هتعمليه للخضار. كل ما تنزلي تلاقي شروه طماطم حلوه كده قدامك، هتروحي جايباها ومسبكاها وعينها في الفريزر على جنب. تنزلي مثلا تلاقي تنزلي عايزه تنزلي تجيبي حاجتك بعد الظهر او في اذان الظهر، والظهر بيأذن كده، تروحي نازله جايبه حاجتك. ليه؟ ال- البياعين بيكونوا خلاص بقى زهقوا من الحر والشمسه، وعايزين يمشوا حالهم وعايزين يجيبوا حاجتهم ويروحوا، عايزين يبيعوا حاجتهم ويروحوا. فانت هتجيبي حاجتك بنص الثمن، بل كمان ممكن تجيبيها بربع الثمن بتاع مثلا لما تنزلي الساعه 10. فلا، ما تنزليش الساعه 10، حاولي ان انت تنزلي بعدها بساعتين على الساعه 12 مثلا. خلاص كده. ده توفير التوفير، خلي بالكم الكلام اللي انا بقول لكم عليه. طيب بند الفطار والعشاء احنا هنعمل ايه؟ احنا هنجيب كيلو جبنه قريش. تمام، هنجيب كيلو جبنه قريش مع مثلا كرتونه او نص كرتونه بيض، مع لبن، مع كيلو فول مدشوش، مع كيلو فول عادي. دي احتياجات الشهر بتاعت الفطار والعشاء يا جماعه. خلاص، دي احتياجات الشهر بتاعت الفطار والعشاء اللي انا بقولك عليها. دي احتياجات الشهر بتاعت الفطار والعشاء. خلاص كده. طيب هتروحي بقى عند العطار بقى، وانتي بتجيبي بقى حاجات الشهر اللي انا بقولك عليها دي. تجيبي بقى فشار، تجيبي ترمس، تجيبي الدقيق. يا جماعه ما تجيبوهوش بالشهر. انا برفض ان الدقيق يقعد فتره معينه، لانه بيسرس كده وبيفتل كده، ما بيبقاش حلو. انما انتي لو جبتي الدقيق مثلا كل ما تحتاجي تنزلي تجيبي نص كيلو، تنزلي تجيبي كيلو على حسب احتياجك، بيبقى حلو قوي. كمان عايزه اقول لكم على فكره، الست الشاطره بقى تعمل ايه؟ الست الشاطره تجيب مثلا كيلو دقيق، تروح جايه قايمه يعني ايه، عامله لهم بقى اخر النهار كده، عامله لهم بقى معجنات بقى بالجبنه، عامله لهم صينيه كيكه، عامله لهم بتاع دوت اللي هو الكرواسون بالجبنه، ده بيبقى هايل هايل هايل. الحاجات دي كلها بترمي معاكي وبتكفي وبتفيد، وبتنفعك لليوم اللي بعديه مثلا في الفطور. يعني ممكن تتعشي، ممكن تفطري من كيلو دقيق جبتيه مثلا ب20 جنيه، والله يا بلاش. فاهمين؟ حاجات بسيطة جدا جدا بتنفع البيت وبتملى البيت كله خير وبركة. اتمنى ان الافكار اللي انا قلت لكم عليها دي تكون عجبتكم ونالت رضاكم، واتمنى ان انا اكون خفيفة على قلوبكم واتمنى ان نظام الميزانية اللي انا عاملاه لكم ده حلو. حلو جميل على فكرة، صدقوني جربوه. جربوا البنود اللي انا قلت لكم عليها دي، ان احنا نشيل الحاجات اللي المصاريف الاول على جنب، وبعد كده هنعيش على قد الفلوس اللي معانا ان شاء الله. وربنا يا رب كده يوفقنا في حياتنا كلنا. وعايزين بقى نحوش كده وندبر امورنا علشان خاطر ايه، ربنا ان شاء الله يعطينا من وسع باذن الله. واتمنى اشوفكم الفيديو الجاي على خير، ومع السلامة. اشوفكم على خير. مع السلامة.